وعلمائها. في قرية قصير الطرشان التابعة لبلدية الطواز تم تدشين زاوية الشيخ ماء العينين بإشراف من السلطات الإدارية والمنتخبين، وتضم هذه الزاوية مسجدا ومحضرة لتدريس القرآن الكريم والعلوم الشرعية ومكتبة تزخر بالعلوم والمعارف. يتنزل حضورنا اليوم معكم لهذا النشاط في إطار تجسيد تعليمات فخامة رئيس الجمهورية وما يليه من اهتمام خاص بالتلاؤم مع متطلبات تحصين المجتمع ضد مخاطر التطرف والغلو. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر القائمين على هذه الزاوية على ما بذلوه من جهد ووقت ثمين في سبيل إقامتها. نائب رئيس جهة أدرار العرب والمولاي الزين ضمن هذا الصرح العلمي مشيدا بدوره في نشر العلوم الدينية والمعارف الإسلامية. بدوره أكد عمدة بلدية الطواز سيد أحمد والميناط أهمية هذا الإنجاز الذي يهدف لنشر المعرفة على الطريقة السنية. مداخلات الحضور تمحورت حول أهمية هذه الزاوية لسكان القرية. هذه الزاوية تأتي في سلسلة زوايا الشيخ ماء العينين التي كانت منتشرة في كثير من أصقاع العالم، وما زال بعضها يؤدي رسالته العلمية والروحية إلى وقتنا الحاضر. ونأمل إن شاء الله أن تقوم هذه الزاوية برسالته العلمية في هذه الربوع، والتي هي أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى تعلم العلم فقال صلوات الله وسلامه عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد شملت أنشطة حفل التدشين جولة تفقد واطلاع لمبنى الجامع والمحضرة التابعة له، إضافة إلى جولة بمكتبة الزاوية التي تضم عديد الكتب العلمية النافعة والمخطوطات النادرة. محجوب أسودي لقناة الموريتانية، مدينة أطار.